إسلاميكو. عسلام ومرحبا بكم. فقرة اليوم من إسلاميكو باش نحكيو فيها كالعادة على موضوع جديد في المالية الإسلامية. موضوعنا اليوم هو صناديق الاستثمار الإسلامية. هات نتعرفوا قبل كل شيء على مفهوم صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار هي عبارة عن وعاء مالي تكون مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمار، تجمع مدخرات المستثمرين ثم تستثمرهم في مجالات مختلفة تحقق بهم أرباح للمستثمرين. بدأت فكرة الاستثمار الجماعي في القرن التاسع عشر في هولندا، ثم انتشرت واتطورت في أوروبا ومن بعد أمريكا، لين وصلت للعالم العربي والإسلامي سنة 1979 وتأسس أول صندوق استثماري عربي في السعودية. في نفس العام زادت أسس أول صندوق استثماري إسلامي في السعودية، وكانت هذه بداية تطور صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية اللي انتشرت سريعاً في برشا دول عربية وأوروبية. وصندوق الاستثمار الإسلامي يشترك في التعريف اللي ذكرناه قبيلة لصناديق الاستثمار، لكنه متوافق مع ضوابط ومبادئ المالية الإسلامية. يعني صندوق الاستثمار الإسلامي هو وعاء مالي استثماري مستقل عن الجهة المنشئة له، يتكون من مساهمات في صورة أسهم أو وحدات متساوية اللي هي الصكوك تمثل ملكية صاحبها. تتم إدارة الصندوق هذا عن طريق إدارة متخصصة وذات خبرة. مهمة صندوق الاستثمار هي تجميع مدخرات المستثمرين واستثمارها في أصول مالية أو عينية في مجالات متوافقة مع أحكام شريعتنا الإسلامية، والعائد سواء كان ربح وإلا خسارة يتم اقتسامه وفقا لقاعدة الغنم بالغرم. ولكن الإدارة هذه تربح وتخسر مع المستثمرين ولا لا؟ المؤسسة وإلا الإدارة اللي باش تسير صندوق الاستثمار الإسلامي نجم تخدم بزوز طرق. الأولى عن طريق عقد مضاربة، يعني الإدارة بعد ما تخدم بفلوس المستثمرين باش تخلص نسبة معينة من الأرباح اللي باش تحققها بالاستثمار. الطريقة الثانية هي الوكالة، يعني الإدارة تخلص بعمولة معينة وإلا نسبة محددة من مساهمات المستثمرين. كان تذكر لنا مصعب أنواع صناديق الاستثمار الإسلامية. فما برشا أنواع لصناديق الاستثمار الإسلامية. أولها صناديق الاستثمار المفتوحة، وهالنوع يسمح للمستثمرين الدخول والخروج وقت يحبوا، وهذا اللي يخلي راس مال الصندوق متغير. النوع الثاني هو صناديق الاستثمار المغلقة، والصناديق هذه من أول ما تتأسس تتحدد مدتها، الهدف منها وحجم راس مالها اللي يبقى ثابت ويتقسم إلى صكوك مضاربة متساوية تطرح للمستثمرين. ثالثاً نلقاو صناديق استثمار عامة وخاصة، العامة لجمهور المستثمرين الأفراد والمؤسسات، والخاصة لكبار المستثمرين والمؤسسات أصحاب الثروات والخبرات. نلقاو زادة نوع حديث النشأة يتطور بطريقة سريعة اللي هو صناديق الأسهم اللي تستثمر في أسهم شركات يكون نشاطها مباح. نلقاو زادة العديد من أنواع الصناديق الأخرى كما صناديق السلع وصناديق العقارات وغيرها. كان تذكرنا ياسمين الفرق بين صناديق الاستثمار الإسلامية وصناديق الاستثمار التقليدية؟ فما عديد الفوارق بين صناديق الاستثمار الإسلامية والتقليدية. أولاً في الصناديق التقليدية الاستثمار والأدوات المالية المستعملة مبنية على فكرة الفائدة، وقائمة في أغلب المعاملات على القروض بفائدة وعلى السندات وغيرها من الأدوات اللي ما تتوافقش مع مبادئ شريعتنا الإسلامية. في حين أنه صناديق الاستثمار الإسلامية قائمة على عدة عقود. هذاك علاش نلقاو عقد المضاربة أو الوكالة في التعامل مع إدارة الصندوق، ونلقاو عقد المضاربة غالباً مع المستثمرين بحكم صندوق الاستثمار هو المضارب بمال المستثمر اللي هو رب المال. وبطبيعة الحال الاستثمارات لازمها تكون في مجالات مباحة ومتوافقة مع أحكام شريعتنا الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك في صناديق الاستثمار التقليدية المستثمر ديما ضامن الربح متاعه لأنه فلوسه تستثمر في قروض بفائدة، ولكن المستثمر في صناديق الاستثمار الإسلامية داخل في الربح والخسارة، وهذا وفقا لمبادئ المالية الإسلامية. فرق آخر نجمو نذكروه في صناديق الاستثمار الإسلامية نلقاو هيئة رقابة شرعية وإدارة تدقيق شرعي تراقب معاملات واستثمارات الصندوق وتتأكد أنها متوافقة مع أحكام شريعتنا الإسلامية. يخي في الصناديق الاستثمار الإسلامية فما كان عائد ربحي للمستثمر، ما فماش عائد تنموي ينفع الاقتصاد. المستثمر ما هوش المستنفع الوحيد من صناديق الاستثمار الإسلامية، اقتصاد البلاد زادة ينجم يستنفع من هالصناديق. يقول القائل كيفاش؟ صناديق الاستثمار الإسلامية قادرة تمول المشاريع الاقتصادية العمومية الكبرى. مثلا صندوق استثمار إسلامي بالتنسيق مع الدولة قادر يطرح مشروع كبير كما أوتوروت للاكتتاب عن طريق صكوك المضاربة، يشريوا كبار المستثمرين هالصكوك بعد فترة محددة، وبعد ما إدارة الصندوق خذت فلوسها والمستثمرين رجع لهم رأس المال مع الأرباح، يولي هالوتوروت ملك للدولة. وفي الحالة هذه الصناديق الاستثمارية عادت بالمنفعة على البلاد. وزيد على ذلك الصناديق هذه عندها دور كبير في تنشيط سوق الأوراق المالية وتعبئة المدخرات والمساهمة في ميزانية الدولة. في الوقت الحالي موجودة عدة صناديق استثمار إسلامية
تنيس بدورها المهم في التنمية الاقتصادية في عدة دول خليجية وأوروبية، حيث تطورت الصناديق هذه ووصلت لحوالي 800 صندوق استثمار إسلامي في العالم. هكا وصلنا لنهاية حصة إسلامي كل اليوم، نختموها بأمل كبير أنه الصناديق هذه تتفعل في بلادنا ويستفيد بها اقتصادنا. موعدنا يتجدد إن شاء الله في نفس الوقت مع موضوع جديد في المالية الإسلامية. كانت معاكم ياسمين بن ضو مصعب رباحي، نهاركم طيب.